حياكم الله مشاهدي قناة النهرين الإخبارية. وعدناكم أنه نلتقي بالسيد القائم مقام عثمان المعاضيدي قضاء أبو غريب. اليوم وفينا الوعد، لكن أكو تفاصيل كلش حلوة وما متوقعة راح تشوفوها ويانا اليوم بهذا اللقاء السريع. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام. شلونك استاذ قاسم؟ حياك الله. مشتاق لك اخ عزيز. يقولون الحمل تجيل قضاء أبو غريب، ان شاء الله يخف بجهود الجميع إن شاء الله. حولي تعالى. أستاذ عثمان، طريقة تعاملك ويا المؤسسات الموجودة والدوائر الموجودة بقضاء أبو غريب، شلون قدرت تغير واقع الحال من وإلى؟ حقيقة أنا أتمنى لك الموفقية أخ أستاذ قاسم، وإن شاء الله قناتك تكون صوت لقضاء أبو غريب إن شاء الله. أبو غريب أتمنى ذلك إن شاء الله. الحقيقة أبو غريب مخافي ظروفها الصعبة اللي مرت بها طيلة السنوات الماضية أخرت كثيرا توزيع خارطة النشاط سواء الاتحادي أو المحلي أو بالنسبة حتى للقطاع الاستثماري بالنسبة لهذا القضاء الأهم على مستوى محافظة بغداد الأطراف، كونه قضاء يتمتع بمساحة جغرافية مهمة ويعد تقاطع طرق لكل المساحات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى قيمته التاريخية الكبيرة. اليوم قضاء أبو غريب يأخذ استحقاقه باتجاه الخدمات، باتجاه البناء والإعمار. لعل المتجول في أقضية محافظة بغداد بالخصوص يجد أن قضاء أبو غريب يختلف عن باقي الأقضية في طبيعة النشاطات اللي تعمل حاليا في قضاء أبو غريب، سواء في مجال البناء والإعمار أو تمدد الكتلة العمرانية باتجاه هذا القضاء. كون القضاء الأقرب على محافظة بغداد، نفخر أننا حافظنا على المساحة والفضاءات المحيطة بقضاء أبو غريب ولم نسمح بتفتيتها كما حصل في بعض المناطق الأخرى. اليوم أصبح قضاء أبو غريب هو الفرصة الأمثل لتوسع بغداد الكرخ، التوسع الصحي. تدخلنا في قضية توزيع النشاط على القطاعات الخدمية سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو العام منذ العام 2008. الظروف اللي مر بها عموم البلد وأبو غريب أخرت تنفيذ هذه الخارطة. استجابة دولة السيد رئيس الوزراء المحترم، جهود المحافظة ممثلة بشخص السيد المحافظ قد مكنتنا في السنتين الأخيرة من إعادة تنظيم وتنظيم الخدمات التي غابت عن القضاء في العقود الماضية بل وسبقها. قضاء أبو غريب منذ تأسيسه لم يكن فيه مشروع صرف صحي. اليوم والحمد لله مشروع الصرف الصحي أعماله وأعمال الشركة واضحة. وزعنا هناك بعض التساؤلات لدى أخوتنا السادة المواطنين أنه هل أن المشروع مستمر ويعمل والتشكيك لا يزال قائم. وزعنا خارطة تنفيذ المشروع بالاتفاق مع دوائر المهندس المقيم ودائرة المجاري والمحافظة باتجاه المباشرة بالمحطات الرئيسية التي تشكل أكثر من 50% من قيمة المشروع. الحمد لله الزيارة الأخيرة لنا في نهاية الأسبوع الماضي محطة المعالجة هي المحطة الرئيسية، السكشن الأول والثاني بالنسبة لأعمال الحفريات على وشك أن ينتهي، وهكذا سيتم المباشرة بأعمال صب القواعد والأعمال الكونكريتية في هذا المشروع المهم. أيضا باشرنا في 3 محطات رئيسية بالنسبة لمحطات الرفع. لدينا رأي بالنسبة لتطوير هذا المشروع ليكون في 1 في 4 وليس كما هو في الوقت الحاضر، كونه صمم في وقت ماضي بسبب توسع القضاء العمراني واندماج العديد من المشاريع الاستثمارية. اليوم قضاء أبو غريب عندما تدخل من أبوابه الغربية أو الجنوبية أو الشمالية تجد أن هناك أعمال كبيرة تنفذ فيه شمالا وجنوبا وشرقا. مدينة الجواهري التي وضع حجر الأساس لها دولة السيد رئيس الوزراء هي المدينة الإلكترونية كما وعد السيد رئيس الوزراء في أبعد نقطة مع حدودنا الغربية مع محافظة الأنبار، بطاقة 40,000 وحدة سكنية. هذه المدينة أيضا هي آخر نقطة بالنسبة للقضاء. جميع الفضاءات الأخرى موجهة لها أعمال توزع فيها النشاطات وفق احتياجات الكتلة المماثلة. بالنسبة للقضايا بالنسبة للمجمعات السكنية لدينا خطوط أخرى كما تعلم. أثناء زيارة دولة السيد الرئيس اقترحنا المدينة الثقافية التي ستكون إن شاء الله زقورة عقرقوف ومحيطها وخدماتها، وستكون إن شاء الله بمثابة المنطقة السياحية الأهم على مستوى. عفوا أستاذ، المدينة الثقافية
نعم. راح يكون الاعتماد على الشاخص فقط لو اكو تفاصيل اخرى يعني؟ نتحدث على مدينه الشاخص موجود، يعني هو عمره هو راح يكون مركزيه المدينه. ايه نعم. نعم. ستكون مدينه ثقافيه تليق بالعراق بحوله تعالى ان شاء الله. بالنسبه للنشاطات الاخرى التي نسعى اليها، هناك نشاطات اصبحت هي يعني مكسب نتيجه وجود القضاء في هذه الرقعه الجغرافيه. نعم. طريقه تنميه المار بقضاء ابو غريب في المحطتين الرئيسيه، محطه المسافرين ومحطه البضائع، التي هي بقدره مطارات بالنسبه للحركه. هذا في قضاء ابو غريب، في ابعد نقطه في قضاء ابو غريب وهي في منطقه النصر والسلام على نعم. حدودنا ايضا مع محافظه الانبار. محطه المسافرين بقدره 27,000 مسافر. محطه البضائع تتجاوز 5 كيلومترات. هذه النشاطات بالاضافه الى اقتراحنا مدينه صناعيه ايضا في ذات المنطقه لإعادة توزيع النشاط بشكل لائق، لأن نركز فقط على الاستثمار في القطاع السكني، ركزنا على جميع الأنشطة. أيضا لدينا مخطط للضاحية الريفية للعاصمة الحبيبة بغداد، يمتد من منطقة إبراهيم بن علي بالسير باتجاه صدر اليوسفية حدودنا، ويستكمل حركته الهلالية باتجاه محيط بغداد. أيضا لم نهمل هذا القطاع، كونه القطاع الأهم الذي كان يعتمد عليه قضاء أبو غريب وأبنائه في المساحة الزراعية. كل هذه التفاصيل تحتاج إلى تدخل طبعا حكومي عالي المستوى. طالبنا بتشكيل مجلس وزاري مصغر، كون قضاء أبو غريب يحتاج إلى هذا المجلس الوزاري بصلاحيات واضحة لمواكبة هذا التطور في مجال البناء والتخطيط والإعمار، مع البنى التحتية التي لم تعد تتعلق بقضاء أبو غريب فقط، بل تتعلق بمصير العاصمة الحبيبة بغداد. هناك مشاريع أخرى البعض يعتقد أنها ضمن الرقعة الجغرافية لقضاء أبو غريب، إلا أنها خارج حدود قضاء أبو غريب ضمن حدود أمانة بغداد، لكنها اللي هي أستاذ ممكن نشخصها الممتدة من سيطرة الغزالية وصولا إلى جسر الزيتون، بالإضافة إلى مشاريع المطار اللي هي مثلا مشروع السكني البدور، وليس ضمن حدود قضاء أبو غريب، لكنه متداخل بشكل رئيسي معنا في الخدمات الأساسية، سواء بالنسبة للكهرباء أو الماء أو الصحة أو التربية. هذه الخارطة قد شرحت بالتفصيل ب 26 نقطة عرضت لدولة الرئيس، وجه باتجاه المشاريع الرئيسية الواجب تنفيذها ضمن موازنات 23-24، سواء في قطاع الكهرباء الناقل الوطني محطة 400 التي سلمنا موقعها في منطقة النصر والسلام، مع العلم أني أسعى لهذه المحطة منذ العام 2010 وقدمت التنازل بالأرض إلى وزارة الكهرباء في ذلك التاريخ، ولم يتحقق الموضوع إلا في العام 23. أستاذ عفوا، ما ذكرنا مستشفى أبو غريب. بالتسلسل أخي الأستاذ قاسم دا أشرح لك القضية. نعم. أيضا لدينا مشاريع بالنسبة للمخططات الخاصة بالمحطات الأخرى الثانوية 132 33 11. وفرنا جميع الأراضي الخاصة بهذه المشاريع. نتأمل من وزارة الكهرباء أن تفي بوعودها بتنفيذ هذه المحطات، كونها ستسبب مشكلة أكبر في حال عدم تنفيذها في الوقت القريب إن شاء الله. بالنسبة للقطاع الصحي، الحقيقة هناك حلقة تعاون أصبحت واضحة بين السيد وكيل وزير الصحة ومعالي الوزير، وهناك اهتمام عالي من الأخ مدير عام صحة الكرخ وأيضا مدير مستشفى أبو غريب الجديد، تنفيذا لمطالب أهلنا في قضاء أبو غريب وما عرض لدولة السيد رئيس الوزراء أو ما عرض من خلال أخوتنا السادة النواب وأعضاء مجلس المحافظة. توصلنا إلى ترميم المستشفى وأطلق المشروع عن طريق الجهد الخدمي الذي يشرف عليه دولة الرئيس، وبوشرف بالموضوع في مستشفى أبو غريب. أستاذ العفو، أيضا هناك تخصيصات أضيفت عن طريق المديرية العامة لصحة الكرخ، أيضا بدأت بالعمل أيضا في ذات المستشفى. استحصلنا موافقة دولة الرئيس، واطلع معالي الوزير والأخ الوكيل الأستاذ خميس السعد على موقع مستشفى أبو غريب القادم بحوله تعالى، الذي وجهت أوامر الإدارية عن طريق السيد رئيس الوزراء المحترم. سيكون في مقترب طريق الدولي يمين نزول شارع الزيتون. مشاهدينا، أخذنا الكثير من التفاصيل بالنسبة للمشاريع القائمة بقضاء أبو غريب. أما موضوع إزالة التجاوزات، هذا موضوع عبرناه، لأنه هذا موضوع عام على كل العراق. هي الخطوة الأولى لتصحيح المسار ومن ثم
الإعمار. لكن بزيارة مفاجئة مع أحد الأخوان بدوائرنا اللي بقضاء أبو غريب، تفاجأت بموضوع إيجابي جدا، فارتئت أن نركز عليه وننطيه حقه الإعلامي حتى يكون واضح للناس أنه الدائرة الفلانية من تدخلها تدخل أنت صاحب الشأن فقط، شوف هويتك، شيك معاملتك بالباب، وتدخل حتى يقضي على موضوع المعقبين. لكن اكو ايضا مشكله صادفت المواطن اللي هي موضوع الماستر كارد، ومن يجي راجع لازم يدفع 2000 او 6000 او الرسوم الموجوده بالنسبه لمعاملته عن طريق الماستر كارد. اليوم اكو عامل، اكو انسان ما يعرف يتعامل بهذا الموضوع، شلون راح نحل الامر صار؟ طبعا بالنسبه لقضيه المجمع الحكومي اللي شاهدت اجزاء منه جنابك مطلع على البنايات القديمه اللي كانت تشغلها هاي الدوائر. بالفعل كانت بنايات بائسه غير لائقه، لا تحافظ لا على الذمه الماليه ولا على الذمه الشخصيه للمواطنين في قضاء ابو غريب. كان مخططنا الاساس هو ان ننتقل بهذه الدوائر الى مجمع حكومي يخفف على المواطن الحركه، ونجمع هذه الدوائر في مكان واحد، وكان خيارنا هذه المنطقه. بدأنا بهذا الموضوع ببناية القائمة المقامية وتم تشييده في العام 2010 بعد أن تعرضت البناية القديمة إلى حادث إرهابي. بعدها بنينا بناية البلدية وبناية دائرة الصرف الصحي، واليوم أيضا بناية أخرى لدائرة البلدية بعد توسع نشاطها قيد التنفيذ. نفذنا دائرة الضريبة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة البطاقة الوطنية الموحدة ودائرة الجوازات، واليوم إن شاء الله قد أدرج من موضوع بناية القطاع الصحي، وهي ستكون بناية أيضا لائقة ب3 طوابق بتصميم جيد جدا. وزعنا خارطة المساحة الموجودة في هذه المنطقة على جميع الدوائر بقدرة 17 دائرة التي تعني بشكل مباشر بحياة المواطن الأساسية والرئيسية. أيضا وزعنا النشاط في هذه المنطقة بالنسبة لوقوف السيارات، جراج متعدد الطوابق، أسواق نظامية ولائقة لتشغل هذه المساحة التي هي مركز وقلب أبو غريب في الوقت الحاضر، مع وجود النشاطات الأخرى للمجمعات الاستثمارية المحيطة أصلا صار إذن هي بخطة عمل واحدة. نعم. المراحل التي تنجز فيها هذه البنايات وتوزيعها بهذه الأنشطة على مجموع عموم هذه الدوائر تتم وفق التخصيصات المالية وحسب الأسبقية. عندما نتحدث عن بناية التسجيل العقاري التي كانت موجودة والتي كانت يعني بشكل لا يحافظ على الذمة المالية للمواطنين وحقوقهم وأضابيرهم، أعطيناها الأسبقية في قبل جميع الدوائر، لحقها بطاقة الموحدة. قيمة الخدمة التي تقدمها هذه الدوائر هي لعموم أبناء القضاء، أي لما يتجاوز عن 600,000 مواطن، لأن الجميع يرتاد هذه الدوائر من أجل التحاسب الضريبي، من أجل استخراج البطاقة الوطنية الموحدة، من أجل بيع وتثمين العقارات. بس عفوا أستاذ، أنا لاحظت أنه بهذا العدد الهائل أكو انسيابية. أي هذه القضية عندما أعيد توزيع هذا النشاط وأصبحت البنايات بشكل لائق يليق بالمواطن في قضاء أبو غريب. نعم. أيضا عملنا بالتنسيق مع الوزارات الاتحادية المسؤولة عن هذه المؤسسات على إرسال الموظفين الأكفاء وتغيير بعض الشخوص، وأصبحت كما تشاهد طبعا رعاية كبيرة للمعالي الوزراء وزير العدل ووزير الداخلية ووكلائهم المستمرين بالزيارة إلى هذه المنطقة، كونها النموذج الوحيد على مستوى محافظة بغداد بهذه اللياقة. إذن كانت فرصة أنه تجذب الرأي العام باتجاه بناء المجمعات الحكومية ووضع خارطة لعموم محافظة بغداد بأقضيتها ونواحيها 43، أنه تمضي بنفس الآلية ونفس المنهج، أن يكون هناك مجمع حكومي. دائما في قضاء أبو غريب نبادر أن نكون التجربة الأولى، سواء بالنسبة مثلا للشوارع المؤثثة أو بالنسبة للدوائر الخدمية. شكرا لكم. أنا اللي أشكرك أستاذ. الساعة 10 إن شاء الله، الساعة 10 صباحا، احنا اليوم أحد، شنو رأيك نسوي في زيارة مفاجئة لدوائرنا اللي ذكرناها ونشوف آلية عملها؟ إن شاء الله بكل بركة. أنا أشكرك جدا. شكرا لك. شكرا لك. مرحبا.